السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. غضب شديد بسبب خدمات المحمول في مصر، وفي المقابل صعوبة بناء الأبراج. شهدت الأيام الماضية حالة من الغضب الشديد من قبل مستخدمي شركة فودافون مصر بسبب سوء الخدمات، وطالب عدد من المستخدمين بمقاطعتها، وتصدر هاشتاج أنا مش قافل تليفون أنا فودافون موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال عدد من المستخدمين لشبكة فودافون أنهم يعانون من سوء خدمات الشركة سواء كانت الإنترنت أو الصوت، مؤكدين أن الشركة تخصم الرصيد دون أن تعطي المستخدمين حقوقهم. ومن الجدير بالذكر أن شبكة فودافون مصر تحتل الحصة السوقية الأكبر من المشتركين، إذ يبلغ عدد عملائها نحو 41 مليون مستخدم من إجمالي 95 مليون مشترك في مصر. وقالت مصادر بشركة فودافون مصر أن أحد أهم أسباب سوء خدمات الاتصالات هو صعوبة الحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء أبراج التقوية شبكات المحمول، مشيرا أن ذلك يستغرق فترة زمنية تصل إلى 12 شهرا. وأكدت مصادر في شركة فودافون أن العملاء يشتكون من سوء خدمات الاتصال، ولما بنروح نركب برج للتقوية هم نفس العملاء بيمنعونا، مشيرا إلى أن فترة كورونا كنا نحتاج فيها إلى إنشاء الأبراج بشكل سريع لاستيعاب الضغط الكبير على الشبكة، لكننا كنا نواجه صعوبة كبيرة في الحصول على التراخيص من الجهات المعنية. كما اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بداية الشهر الماضي النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 40 في 20 ميجا هرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية LTDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر. وجاء اعتماد المجلس كنتيجة لعمليات الطرح التي تمت في شهر أكتوبر الماضي 2020 على مرحلتين، وكانت النطاق الأول والأكبر بعرض 20 في 2 ميجا هرتز بتقنية TDD، وفازت به شركة فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 مليون دولار. أما النطاق الآخر في نفس المرحلة 10 في 2 ميجا هرتز بتقنية LTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 مليون دولار أمريكي. أما المرحلة الثانية فتقدمت لها الشركتان الأخرتان للنطاق الترددي المتبقي بعرض 10 في 2 ميجا هرتز بتقنية LTDD، وفازت به شركة اتصالات مصر بقيمة 325 مليون دولار أمريكي. ومن الجدير بالذكر أيضا أن مستخدمي الشبكات في مصر جميعا يعانون من ضعف الخدمات للاتصالات والإنترنت في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث لجأت الدولة إلى التعليم عن طريق الإنترنت والمنصات الإلكترونية للتعليم عن بعد من ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.